هذه اللحظات، يا الله على هذه الدقائق، يا الله على هذه الثقة التي تمنح لعود الفاخوري. كيف سيكون ذلك القرار من أجل أن يمنح لاعب بالسن؟ لا، تركها لعلوان، تركها تركها شوف يسجل ركلة الجزاء الخامسة من أصل 6 ركلات جزاء نفذها علي علوان. ركلة الجزاء السادسة لعلي علوان في هذه البطولة. سجل 4 وأضاع 1، والآن ينفذ الركلة الجزائية السادسة في مواجهة بن عبيد ولا علي علوان على تنفيذ ركلة الجزاء من أجل قلب الأمور وتغيير الوضع واحتمالية تبديل الأماكن ومن تأخر بهدف إلى تقدم الآن. هل يكون ذلك حاضرا أم أن بن عبيد سيكون له رأي آخر؟ مهدي في مواجهة علوان، علي في مواجهة مهدي. بن عبيد أمام الأردن، علوان أمام المغرب، بانتظار تنفيذ ركلة الجزاء وبانتظار هدف آخر أو تصد من الجانب الآخر. هنا ننتظر على تنفيذ الكرة والمحاولة القادمة لمصلحة المنتخب الأردني من علامة الجزاء. هداف البطولة علوان يتقدم، علوان في مواجهة مهدي بن عبيد. ضيعه جول. يعرف يفوز إذا فازوا لو تشترينا تنزل تكفي. لمصلحة المنتخب الأردني، ليقلب الأمور لمصلحة الأردن الآن بهدفين مقابل هدف واحد. 2-1 هنا في هذا اللقاء، 2-1 في هذه المواجهة في سقف المرمى. الله 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 الله. هل علي علوان هو أفضل منفذ لركلات الجزاء على مستوى العرب حاليا؟ هذا السؤال الذي يطرح الآن، وبكل تأكيد لن يتردد الكثير في الإجابة بنعم. لن يتردد الكثير في الإجابة